اتحد الشعب الجزائري في يوم يدا بيد للتعبير عن رأيه والمطالبة بحقه بطريقة حضارية وسلمية. يوم أعطى فيه الشعب الجزائري درسا للعالم ككل عن مدى وعيه وقوته في إيصال صوته بطريقة حضارية سلمية كانت تنديدا بتغيير في الحكومة الجزائرية ورفضا للعهدة الخامسة، سلمية كانت دليل على صدق الوطنية وحب الوطن. قطع للإنترنت، تحذيرات وتأويلات، غياب كلي لوسائل الإعلام، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي كانت ناقلا لصوت الشعب وبلوغه لأرجاء العالم. شكرا جزيلا. موطني اتحد الشعب الجزائري في يوم يدا بيد للتعبير عن رأيه والمطالبة بحقه بطريقة حضارية وسلمية. يوم أعطى فيه الشعب الجزائري درسا للعالم ككل عن مدى وعيه وقوته في إيصال صوته بطريقة حضارية. أسعد الله مساكم بكل خير، تحية طيبة لكل المشاهدين، أتمنى أن يكون الجميع بخير. بداية مثل ما جرت العادة، هل يوجد صوت أم لا؟ هل يوجد صوت؟ مساء الخير، موجود صوت ولا لا؟ سمعيني؟ نظن قلت كاين صوت ولا ما كاينش؟ كاين صوت. 5/5. شكرا. مادام كاين صوت خلونا نكملوا المسيرة. قلت تحية طيبة لكل المشاهدين. اليوم بصراحة الواحد راح يتكلم ويطرش الهضرة، يعني كاين بعض الأمور اللي كانت في وقت من الأوقات تعتبر يعني من المحظورات أو من الأسرار، الآن لازم واحد يتكلم عليها، لأنه يعني المصلحة العليا للوطن تحتم على الإنسان أن يتحمل مسؤوليته في الوقت المناسب. بصراحة ظهرت أنه فيه جهات رسمية، قيادات، وأتكلم مباشرة عن قائد الأركان نائب وزير الدفاع، يحبذ أو اختار الدفاع عن مصالحه الشخصية، اختار يعني الدفاع عن مصلحته مثل ما قلت، على حساب المصلحة العليا للوطن، وهذا الشيء غير مقبول، يعني الشيء غير مقبول بصراحة. يعني شيء أنا نشوف أنه غير مقبول تماما. دعوني فقط يعني قلت أنه بصراحة الوضع يعني زاد على حده. راح أخليكم تشوفوا هذا الخطاب لقائد الأركان نائب وزير الدفاع، ثم أعود للتعليق. ناقل هذه الرؤية الواجهة، فإن الجيش الوطني شعبي بحكم هذه المهام الدستورية المخولة يعتبر أن كل من يدعو إلى العنف بأي طريقة كانت تحت أي مبرر وفي ظل أي ظرف هو إنسان يجهل أو يتجاهل رغبة الشعب الجزائري في العيش في كنف الأمن والأمان. فهل يعقل أن يتم دفع بعض الجزائريين نحو المجهول
من خلال نداءات المشبوهة الظاهرة التغني بالديمقراطية وباطنها جر هؤلاء مغرر بهم إلى مسالك غير آمنة بل غير مأمونة العواقب، مسالك لا تؤدي حتما إلى خدمة مصلحة الجزائر ولا لتحقيق مستقبلها المزدهر. انطلاقا من هذه الرؤية الوجهة فإن الجيش الوطني الشعبي بحكم هذه المهام الدستورية المخولة يعتبر أن كل من يدعو إلى العنف بأي طريقة كانت تحت أي مبرر وفي ظل أي ظرف هو إنسان يجهل أو يتجاهل رغبة الشعب الجزائري في العيش في كنف الأمن والأمان. طبعا كلكم تابع خطاب قائد الأركان نائب وزير الدفاع، وتابعت يعني المهزلة اللي صارت بعد ما تم نشر أو بعد ما تم بث خطاب قائد الأركان. بعده بدقائق تم سحب البث المباشر من كل القنوات، سواء القناة العمومية أو القنوات الخاصة، وحسب الأصداء اللي وصلت أو حسب المعلومات أنه قائد الأركان قال باللي غلطوني وأمر بمعاقبة كاتب الخطاب، لأنه طبعا قائد الأركان موش هو اللي يكتب الخطابات، يقرأ. قال لهم أنا قريت كما مولف نقرأ، لكن ما كنتش نظن أنه هكذا، يعني تفرط في اللي كتب. لكن مهما يكون قائد الأركان يتحمل مسؤولية، طبعا يتحمل مسؤولية صمت المؤسسة العسكرية تجاه ما يحدث من انسداد ومن يعني من انحراف مسؤولية المؤسسة العسكرية. قائد الأركان يا هل ترى، خلينا نشوفوا، يا هل ترى قائد الأركان تابع هذه الصور؟ هل تابع قائد الأركان هذه الصور؟ هذه الصور من الإذاعة والتلفزيون. هؤلاء من نخبة المجتمع، هؤلاء صحفيين خرجوا للشارع. يعني شوف، صحفيين يعني ما خرجوش للشارع، بالعكس قصدي يعني داروا اعتصام في ساحة المؤسسة، مؤسسة الإذاعة، رافضين هذه المهزلة التي تمر بها الجزائر. لاحظوا خروج الشباب طلبة الجامعيين إلى الشارع رفضا. شوف، الطلبة الجامعيين خرجوا للشارع رافضين المهزلة التي يرعاها قائد الأركان نائب وزير الدفاع. هل يتابع قائد الأركان هذا الحراك الشعبي وهذا الغضب الشعبي والسخط الشعبي؟ هل يتابع قائد الأركان وباقي المسؤولين هذه المناظر يغلقوا على الطلبة الجامعيين في الجامعة وفي الأحياء الجامعية قبل ما تنفلت الأمور ويخرجوا من الجامعة ويكتسحوا الشارع في إطار سلمي حضاري في قمة السلمية والحضارية؟ شوف، هل رأى قائد الأركان هذه الصور للطلبة الجامعيين ومصالح الأمن تمنعهم من الخروج قبل ما يعني يستعملوا كل الطرق للخروج من الحرم الجامعي واكتساح الشوارع؟ شوف هذا يعني هذا الموج الشعبي. هل رأى قائد الأركان هذه الصور أم كاين فيه يعني حجب؟ هذا السؤال اللي نطرحه هنا. هل رأى هذاك النائب البلطجي بربر؟ شوف هذه الصورة هذه بصراحة المحزنة. سلال يقول لما شفت الشعب يقطع في صورة الرئيس بكيت. لما يشوف هذا المنظر اللي هو الطلبة الجامعيين حاطين، يعني لما يشوف هذا عبد الملك سلال يقول انه لما شفت صورة الرئيس يقطعوا فيها ومارمينها في الارض طاحت لي الدمعة بكيت.
ولما تشوف صورة رئيس الجمهورية دايرين له جنازة افتراضية دافنين الطلبة في معقل العلم والمعرفة، وش تقول يا سلال؟ السؤال الأهم، هل يتابع عبد الملك سلال؟ هل يتابع أحمد أويحيى؟ هل يتابع القايد صالح؟ هل يتابع باقي المسؤولين ما يحدث في الشارع الجزائري أم لا؟ هل يتابع هؤلاء النواب بربارة ورئيس المجلس الشعبي هذا معاذ بوشارب؟ هل يتابعون ما نتابع، يرون ما نرى ويسمعون ما نسمع، أم هم خارج مجال التغطية؟ هذا السؤال المطروح. إذا ما همش يسمعوا خلونا، لازمنا نوصلوا لهم هذه الصور ونوصلوا لهم هذه الأصوات اللي راهي بالآلاف ترفض قبول سياسة الأمر الواقع. لازم القايد صالح يوصلوا هذه الصور ويشوفهم، ومن بعد يجي يتكلم يقول أن المؤسسة العسكرية ترفض هذا الغوغاء وهذا الفوضى وهذا البلطجية وهذا، يعني الكلام هذا اللي قالوا القايد صالح اليوم يعني كلام استفزاز أكثر من استفزاز الغبي معاذ بوشارب أو البلطجي بربرة اللي قال لك اللي خرجوا للشارع هذو 10% 90% ما خرجتش. إذا 90% يا بربرة يا القايد صالح يا سلال يا باقي المسؤولين راح نشوفوهم نهار الجمعة القادمة. الجمعة الجاية إن شاء الله راح نشوفوا 90% من الشعب الجزائري راهم بداو يعطوكم قوتا قوت بالعقل. البارح شوية واليوم الطلبة راك شفتوهم خرجوا، وغدوة رايحين يخرجوا الأطباء والمحامين وكذا، وبعد غدوة رايحين يخرجوا اللي بعدهم. نهار الجمعة راح نشوفوا هام الكوكتيل يجتمع كله يخرج. إذا مادامكم راكم حابين تستفزوا الشعب وراكم رافضين الآن المطالب الشعبية يا سي القايد صالح، المطالب الشعبية راهي متوقفة في حد واحد، وهو المطالبة بتوقيف هذه المهزلة وعدم الذهاب للعهدة الخامسة. الآن راهي مطالب معقولة، مطالب يعني بسيطة، ونحن اقترحنا كمراقبين سياسيين كملاحظين كمتابعين للشأن السياسي، اقترحنا حل وسط. قلنا يا سيدي مادام راكم تحوسوا تستمروا تأمنوا عام ولا عامين اوكي، خلونا نحيو انتخابات رئاسية ونمر بمرحلة انتقالية يسيرها عدد من التكنوقراطيين الحكماء، الناس اللي يعني كما يقول لك الناس عندهم شوية في راسهم، خاصة الخبراء الاقتصاديين، يسيرون مرحلة انتقالية. يبقى بوتفليقة رئيس ما يهمناش، ما نقولوش حتى نموت، حاب يموت رئيس نخلوه رئيس لمدة سنة ولا سنتين. خلال هذه السنة ولا سنتين تكون فيه ندوة وطنية تجمع كل الحساسيات السياسية والفنية والثقافية والإعلامية لدراسة الوضع، يعني ندوة وطنية يكون فيه تعديل للدستور بحيث أنه يكون كاين نائب رئيس الجمهورية يضمن سيرورة الدولة، تكون فيه إصلاحات سياسية، يكون فيه تغيير حكومي، نتخلصوا من هذه الوجوه القبيحة القذرة اللي كرهناها، هذه أسماء هذه اللي كل واحد هذا حراوبية وعمارتو وعمار غول وعمارة بن يونس وهذا ويحيى وهذا كما يقول لك الأسماء القديمة اللي الشارع أصبح يكرهها، وجيبوا لنا نخبة جديدة في الحكومة، مرحلة انتقالية وتمر الأمور بسلاسة. هذا وش اقترحنا عليكم، أنتم رفضتوا. إذا الشارع الآن راهو يطالب بتوقيف العهدة الخامسة أو نسيان العهدة الخامسة، لكن المطالب راهي مثل كرة الثلج راهي تكبر. إذا كان ما زربتوش، نتكلم لكم يعني كما يقولوا باللغة اللي تفهموها يا القايد صالح، لو كان ما تزربوش الآن تخمدوا هذا النار اللي راهي بدات تشعل راهي تكبر وتحرق لكم دياركم. هذه لازم تفهموها. الآن راهي الشرارة حاجة قليلة، راهي كما يقول لك فتيل راهو بدا يطلع يعني شوفوا المسيرات راهي تكبر وتطلع، راهي كي كرة الثلج راهي تكبر. الآن أمامكم خيارين، يا إما استعمال القوة استعمال الرصاص وبالتالي تدخلوا في حرب لها أول وليس لها آخر، مثل ما يحدث في سوريا اللي بشار الأسد يعني ضاها واستهزأ بالمطالب الشعبية، قال لك ما كان ولا ذراري لعب ذراري، ومن بعد شفتوا وش صرا، أو مثل ما صار في ليبيا، أو مثل يعني تحمل القايد صالح أنت الذي تتحمل المسؤولية. إذا تم إطلاق رصاصة واحدة
فأنت المسؤول أمام الشعب وأمام الله، لأن الشعب خرج في إطار سلمي وما حرق لا شجرة لا كسر زجاج لا رمى حجر لا دار حاجة. الشعب راهو كان بإطار سلمي لحد الآن. إذا انفلتت الأمور وخرجت عن سياقها القانوني معناتها أنت المسؤول الأول يا القايد صالح تتحمل المسؤولية التاريخية. إذا الآن عليكم بدراسة المطالب الشعبية اللي هي مطالب مشروعة، وهي عدم. ضحكتوا علينا لزناش يا سيدي، ضحكتوا علينا احنا ولينا الحشم ونقولوا جزائريين يحكم فينا واحد ميت، عيب، بهدلتوا بينا يا سي. جيبوا لنا رئيس من داخل النظام الفاسد، ما قلناش لا. جيبوا لنا هذا عباب راك تحوسوا، جيبوا لنا مش عارف انا وشكون هذا، جيبوا لنا معليش انا بن بيتور، جيبوا لنا مش عارف انا رحابي، جيبوا لنا معليش ما يهمش، جيبوا بن فليس، جيبوا غديري، جيبوا اي واحد من داخل النظام الفاسد، لانه هذو كلهم ابناء النظام. جيبوا لنا واحد على الاقل يقدر يخاطب الشعب الجزائري ويقدر يرفع لنا كما يقول لك الناس روسنا، قال عندنا رئيس يعرف يهدر، يقدر يتكلم ويقدر بوتفليقه كنا قابلينه لما كان يتكلم، لما كان بصحته، لكن الان مش موجود. اذا نجيبوا لنا واحد من النظام الفاسد يكون ارحم من بوتفليقه. اما اصراركم على بقاء بوتفليقه فهو انتحار ودخول في الحيط وتعريض البلاد لخطر قادم. مثل ما كنت نقول دائما القادم أسوأ، راكم رايحين تدخلونا في حيط. ما زال امامنا فرصه من ذهب، ما زال امامنا كشعب جزائري، كسلطه فاسده، كنظام فاسد، كحكومه فاسده، ما زال امامنا فرصه من ذهب، وهي دراسه المطالب الشعبيه المشروعه والقانونيه وتنفيذها باقل اضرار. تنفيذ هذه المطالب باقل اضرار. احنا واش رانا نطالبوا؟ توقيف هذه المهزله، لأن الانتخابات مزوره. توقيف الانتخابات هذه، المرور بمرحله انتقاليه تسلم فيها السلطه الى شرفاء داخل المؤسسه العسكريه، يختاروا بعض الرجال التكنوقراطيين السياسيين يسيروا المرحله القادمه وفق ندوه وطنيه تحضر فيها كل الفعاليات السياسيه والثقافيه والفنيه والرياضيه والإعلامية. كل الشعب الجزائري، ممثلي الشعب الجزائري يحضروا في هذه الندوة الوطنية، ويتم الخروج بنتائج ملموسة تنقذ البلاد والعباد من أزمة قادمة. تصريحات هذه الغبية لا تنفع. هذا القايد صالح استفزاز. تصريحه اليوم اللي سحبوه من التلفزيون استفزاز صريح وواضح، لا يقل عن استفزاز معاذ بوشارب. معاذ بوشارب الآن أمامه فرصة أنه يعتذر، وإلا يوم الجمعة القادم نأكد لك يا معاذ بوشارب أن الشعب سيقتلعك اقتلاع من مكتبك في حيدرة. رايحين يصدموا لك الشعب في حيدرة نهار الجمعة ويقلعوك من الكرسي نتاعك. إذا أمامك فرصة قبل الجمعة، بينك وبين نهار اليوم وغدوة، تعتذر للشعب الجزائري وتصحح الخطأ نتاعك، وإلا رايحين يقلعوك كما يقلعوا المسمار برا شكله، يقلعوك. وبربرة هذاك نفس الشيء، شد فمك ما تزيدش حل فمك يا المنتن يا بوخنونه. خلي الرجال الصحاح اللي يتكلموا، وخلي وحده فحله كما البارح هذيك النائب هذيك اللي تكلمت البارح اللي غسلتكم، خلوا النساء يتكلموا. خلاص ما عندناش رجال للاسف الشديد في البرلمان. نتكلم ماشي في الجزائر مازال كاين الرجال، مازال كاين الرجال الفحوله، لكن داخل البرلمان الرجال نقصوا، ولو عندنا نساء يتكلموا خير من الرجال، ولو عندنا نساء فحوله. اذا هذا بربره، هذا انت روح البس عجار وريح في الدار، بلع فمك، وخلي هذيك الفحله هذيك اللي البارح تتكلم هذيك هي اللي تتكلم باسمكم، خليها هي تمثلكم على الاقل، راهي نقضت كما يقول لك ما يمكن انقاذه. خلوني الان نعطيكم يعني حتى شوفوا يعني كي قلت لكم النخبه. شوف انا اليوم بصراحه النداء اللي تكلمته البارح بصراحه يعني الحمد لله فيه ثمار. قلت الصحفيين اللي يحبوا ينتفضوا من مقرات عملهم. اليوم الزملاء الصحفيين في الاذاعه راكم شفتوا الحركه اللي داروها، اللي كانت حركه في القمه، حضاريه سلميه راقيه، ووجهت رساله قويه لصناع القرار الفاسدين. عندي معلومات انه غدا فيه وقفه سلميه للزملاء الصحفيين للتلفزيون الجزائري. خلونا نشوفوا الزملاء، هذو زملاء الإذاعة، زملاء الإذاعة هذو راكم تشوفوا الحركة نتاعهم. وغدا بإذن الله
كاين حركه للزملاء في التلفزيون الجزائري. الزملاء في التلفزيون الجزائري غدا رايحين يخرجوا ان شاء الله ويعبروا عن غضبهم، يعبروا عن رفضهم. الزملاء في التلفزيون رايحين يخرجوا مثل ما خرجوا الزملاء اليوم في الاذاعه، ورايحين يعبروا عن رفضهم لهذه المهزله، يعبروا عن مساندتهم القويه لمطالب الشعب الجزائري وهي مطالب مشروعه سلميه حضاريه. عندي واحد الفيديو قصير حبيت نقدمه هديه لصناع القرار في يعني صناع القرار في المؤسسه العسكريه او المؤسسه السياسيه. قبل ما ندخل لب الموضوع، شوفوا معي هذا الفيديو هذا وعلاش اخترته من هذه المدينه بالذات. شوف، هذا انتفاضه من البيض، يعني مدينه البيض اللي كنا نتهموها انها نسبه تصويت لبوتفليقه ولا لاي مرشح من مرشحين السلطه تفوق 99.99%. ولاية البيض كانت تساند مرشح السلطة مهما كان. يعني شوف، يعني كانوا سكان ولاية البيض والنعامة وعين الصفراء والجلفة وآفلو والأغواط وهذه المناطق يعني البدوية والرعوية، هذه المناطق الرعوية والمناطق الداخلية كانت تصوت لمرشح السلطة بنسبة 99.99%. الآن لما تشوف أنه سكان ولاية البيض ينتفضوا يخرجوا رافضين للعهدة الخامسة، هذه رسالة واضحة للسلطة أنه الشعب فاق. الشعب فاق، راهم فاقوا بكم خلاص في البيض، في عين الصفراء، في معسكر، في تيارت، في الجلفة، في كل مكان. أنا تعمدت أنني ننشر لك يا سي قايد صالح ويا سلال ويحيى ويا كل المسؤولين، تعمدت أني نعطيكم هذه الصور الحية من ولاية البيض حتى تفهموا أنه الشعب خلاص فاق، موش فقط في العاصمة ولا تيزي وزو ولا بجاية. بكري كنا نقولوا العاصمة وبجاية وتيزي وزو والمناطق هذه الحضارية برك اللي يتكلموا رافضين، الأغلبية اللي هم من الولايات الداخلية راهم قابلين. الآن لا، شوفوا هاي ولاية البيض ورافضة، راهم رافضينكم، قال لكم رفضناكم خلاص كرهوا منكم، يعني كرهوا منكم خلاص، شوية حشموا خلاص، عيب. يعني شوف، لما توجد انت انه سكان ولاية البيض ينتفضوا ضد العهدة الخامسة، خلاص رسالة واضحة. اليوم نتكلم لكم أنا مثل ما قلت على قضية القايد صالح، لماذا يرفض اتخاذ قرار مناسب يصب في مصلحة البلاد ويضع حد لهذه المهزلة. المعلومات اللي وصلتني قبل فترة لكن اليوم تم تأكيدها بصفة رسمية، وأنا كان عندي شك دائما، وقلت أنه سجن الجنرالات الخمسة، جنرالات هم في الحقيقة 6 ما همش 5، الجنرال باش نكونوا واضحين كاين 6، 5 خرجوا من السجن وواحد مازال في السجن، وعقيد مازال في السجن. اللي راهم السجن الآن كاين مازال عقيد عبد العزيز اللي هو مدير الأمن العسكري سابقا في الناحية العسكرية الخامسة إلى غاية 2015 ثم خرج تقاعد، ومدير المنشآت العسكرية الجنرال خالد تاج، هذو راهم مازالهم في السجن لحد الآن. هذو كل اللي كانوا في السجن 5 خرجوا وزوج مازالهم هما 7، هذو عندهم مشكل شخصي مع القايد صالح قائد الأركان. المعلومات اللي وصلتني وشني، إلا تتذكروا خلونا نتكلموا يعني بأسلوب مبسط ونشرحوا الأمور مليح. في 2012-2011 الرئيس بوتفليقة في عز قوته، هذه معلومات من داخل كما يقولوا من داخل المطبخ، كلم الفريق توفيق قال له سي توفيق المصالح نتاعك مصالح الأمن نتاعك ماهيش تقوم بالدور تاعها. كيفاش مش تقوم بالدور؟ ما مش يخدموا جماعة الدي ار اس تاعك، ما مش يخدموا دي سياسة، لأنه دي سياسة
الامن العسكري كتابعه للدي ار اس، ماشي كما دوك راهي منفصله على الامن وحدها، الامن العسكري وحده ومصلحه او مديريه المصالح الامنيه اللي فيها طرطاق راهي وحدها. بكري كانت كلها مديريه واحده اللي هي مديريه مخابرات دي ار اس. قالوا جماعه الامن العسكري عندك ولا جماعه الامن المدني ولا كذا ما مش يقوموا بالخدمه تاعهم، لا تقارير لا والو. واش الدنيا راهي هانيه، لازمك تجيب لي تقارير على كبار القاده، قادة النواحي العسكرية، قائد الأركان، قادة القوات يعني البرية والجوية والبحرية، لازم جماعتك يخدموا. واش راهم قاعدين يديروا؟ ما كان والو، راك تجيب لي غير على الإرهابيين. الإرهاب كنتوا تحاربوا في الإرهاب يا سي توفيق، الإرهاب انتهى. إذا لازم ترجع المصالح تخدم خدمتها الأساسية وهي الملفات الدقيقة. قال له ما كاش مشكل سيد الرئيس نجيبوها. بداو الجماعة يخدموا في الملفات، فساد وكذا وكذا ضد كلش. جاء في الطريق شكيب خليل، جبدوا له الملف نتاع سوناطراك لانهم جماعه بداو يخدموا. العقيد خالد اللي دار لونكيت تاع شكيب خليل جاتو الاوامر خدم سي محمد، راك راقد، تراك راقد سي خالد، انت مسؤول على ملف تاع كيما يقول لك الناس سوناطراك ووزاره الطاقه، لكن ما راك دير والو، شوف جماعتك. قال له ما كاش مشكل، خدموا جابوا ملف صحيح فساد من الملايير شكيب خليل. المصالح الاخرى كل واحد جاب ملف على قائد ناحيه، لقاو قاده النواحي الجنرالات كلهم خاربين لها والديها. قائد الناحيه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه داروا تقارير مفصله، هاو كاين فساد مالي، ولادهم واش راهم يديروا، هما واش راهم يديروا، كذا كذا كذا، جابوا لهم ملفات بيان. التوفيق جمع ملفات فيها 14 كيلو ولا 15 كيلو وداها لبوتفليقه. تفضل يا سيد الرئيس، هاي خدمتنا، القرار دوكا الاول والاخير اللي كنت تتقرر. بوتفليقه قال له خلاص خليني دوك انا ندرس القضيه ما كاش مشكل، انت يكثر خيرك روح السلام عليكم. واش يدير بوتفليقه؟ يعيط القايد صالح، اروح القايد صالح، شوف القايد صالح، انا شوف التوفيق واش راهو كاتب عليك، راهو يقول باللي كذا وكذا، وهضر على اولادك وهضر على نسابك وهضر على كل شيء، راها ملفات هاي سوداء بالادله، هام عندك لي فيديو، هام عندك الصور، هام عندك الاموال اللي راك مستفيد منها انت وولادك، هام عندك الفساد اللي راكم دايرينه كامل. القايد صالح هاو قدامي، بصح انا باش نبين لك بلاني يفحل عليه وراني يفحل عليك ومانيش حاب المشاكل، تعاون معايا، اوقف معايا، كون معايا راجل. والملف هذايا والله ما يزيد يشوفوا الجن الاحمر، ما يزيد يشوف. القايد صالح خلاص قدامه ملف بعينه، شاف لي فيديو، شاف الصور تاع السهرات اللي يديرهم في ورقله عند عبد الرزاق شريف، وكفاه الطيارات الخاصه اللي تجيب له الماكله والشراب والنساء والرقاصات والشطاحات وكذا وكذا. شاف الملفات اللي جاتو نفس الشيء من وهران الناحيه الثانيه، كل ما يروح يديروا له حفله والرقاصات والشطاحات حتى ل6 تاع الصباح، ومن بعد كيقول لك راح يدير في مناورات. شاف الملفات نتاع بشار نتاع تمراس، المهم شاف الملفات يعني بادله بالصور، جابوا له حتى الشومبره وين يرقد ومصورينه بدون هدوء. سكت، قال له سي بوتفليقه انا راني من يدك هذه ليدك هذه، واش تأمر راني هنا؟ قال له ما لها واش نأمر، 1 2 3 4. بعد ايامات يعيط القائد الناحيه العسكريه الاولى، اروح سي الحبيب شوف اش راه يقول عليك جنرال توفيق، 1 2 3 4 5 6، اذا حط يدك في يدي وواحد ما يمسك. بعدها يعيط القائد الناحيه الثانيه سي سعيد باي، اروح تشوف اش راه يقول عليك التوفيق، هاوش يقول هاوش يقول هاوش يقول، بصح انا راني نضرب النح. الثالثه اروح سي شنقريحه كيما كان شنقريحه، هاوش كاين. الرابعه عبد الرزاق شريف، اروح تشوف اش كاين. الخامسه كيما كان علي بن علي، ومن بعد جابوا الرئاسه، ومن بعد جاء الثامنيه كيما كان علي بن علي قائد الناحيه، اروح علي بن علي شوف اش راه يقول عليك التوفيق، راه يقول كذا كذا. يعني خلى كل القاده، قائد القوات البريه، قائد القوات الجويه، قائد المخابرات نفس الشيء، يعني جاب لهم كامل، قال لهم واش راه يقول عليكم توفيق وجماعته، راهم يهضروا عليكم الهضره، قال لكم وهم بالادله جايبين الصور وفيديوهات كلش. اذا يعني خلى هذا القاده كلهم يعتبروا توفيق عدو رقم 1، بالرغم من انه مصالح الديالاس خدمتها في اطار طلب رئيس الجمهوريه، قال جيب لي تقرير على فلان، ملف على فلان، خدمتهم الشكامه من بكري. اي جهاز مخابرات في العالم خدمته القواده والشكامه معروف، واي عمل لجهاز المخابرات في العالم هو خارج الاطر القانونيه،
إذا سي توفيق جاب شكامة صحيحة لبوتفليقة، لكن ما كانش على بالو بلا يذبحوا بها من الوريد للوريد. خلى الجماعة القادة العسكريين هذو قادة النواحي والجماعة كلهم يعتبروا التوفيق عدو رقم واحد. زاد جاب له الخصم نتاعو، والله ما نقولوش العدو نتاعو، طرطاق، لأنه في 2012 الجنرال اللي يسموه الجنرال طرطاق شكون اللي ذبحوا التوفيق. قالوا راه الرئيس قال باللي باش نغلق مركز السي بي ام اللي كان فيه التعذيب وكان فيه المشاكل ونغلق الملف تاع الارهاب لازمني نحي المسؤول على السي بي ام وشكون هو طرطاق. اذا اخرج تقاعد، نحاه تقاعد. وبعد كان في 2013 ولا 2014 ريكيبيراه السعيد كمستشار في رئاسه الجمهوريه قبل ما يعطوا له مدير المخابرات. اذا كل القاده العسكريين كانوا يشوفوا في الجنرال توفيق عدو رقم واحد. الجنرال توفيق يشوف فيه باللي هو السبه اللي خرجوا تقاعد. القايد صالح يشوف فيه باللي دار به تقارير كحله. قاده النواحي يشوفوا فيه باللي دار بهم تقارير كحله بهم وبولادهم. فلان قاده النواحي، قاده القوات البريه والجويه والبحريه، المهم خلى كل القياده العسكريه تكره التوفيق باش غدوه كي ينحيه كي الشعره من العجين، واحد ما يقدر ينترفيني عليه وواحد ما يقدر يحل فمه عليه، وكلهم يشفوا فيه ويقولوا له الشح فيك يا توفيق، انت اللي درت لنا كذا وكذا وكذا. اذا الى مزبله التاريخ. وبالفعل لما بوتفليقه اراد ان يقيل الجنرال توفيق اقاله، يعني اقل الاضرار. يعني التوفيق ما قدرش حتى يحل فمه لانه لقى روحه بالفعل دايرها كحله كمدير المخابرات يتحمل مسؤوليه ما حدث، ودايرها كحله لانه دار تقارير بالجماعه كما طلب منه بوتفليقه. لقى روحهم بعد كي ولي يتلاقى معاهم قال له خساره عليك التوفيق، احنا كنا نسقاو معاك وكذا كذا، بعد كنت تروح تدي عليا ملفك حلت البوتفليقه. احنا خدمنا خدمتنا، احنا جهاز مخابرات خدمتنا نديروا تقارير، نشرب معاك قهوه بصح نكتب عليك، خاطش هذا هو المخبرين يتغدى معاك ويشرب معاك قهوه. المخبرين باش يكون في بالكم ضباط المخابرات ويكتب على مرته مرته بيت معاه ويكتب عليها، غدوه يدي تقرير المخابرات يقول لهم امبارح مرتي بيتها تشخر. او ما فيهمش شكون في جماعه المخابرات، غير راني نقول لكم او راه يتقهوى معاك ويتغدى معاك ويتعشى معاك، مرته راقد معاها صباح يدير بها رابور يقول لهم امبارح بيتها تشخر. ها باش نقول لكم اذا خدمتهم ماشيت لهم في الدم، الله غالب، هذيك هي خدمتهم. اذا حبيت نرجع لكم باللي التوفيق طردوه. فيما بعد اصبح بوتفليقه يتعامل مع هؤلاء المسؤولين على انفراد، يكلم قائد الناحيه العسكريه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، كل واحد يعيط له وحده ورواح. القايد صالح انا مش عاجبني، يخدم في واحد الخدمه وكذا كذا ماهوش عاجبني وراني معول نحيه ونديرك انت في بلاصتو ما وجد روحك، بصح اعطيني واش عندك عليه، قول لي كاع واش تعرف على القايد صالح، الصوالح تعرفهم اعطيني واش كاين وما تهضر حتى لواحد بيني وبينك، راني وجد فيك باش تروح. الحبيب شنتوف كان يشوف روحه قائد الاركان لانه بوتفليقه قال له وجد روحك. سعيد باي كان يشوف روحه قائد الاركان. عبد الرزاق شريف كان يشوف روحه قائد الاركان. شنقريحه كان يشوف روحه قائد الاركان، كلهم، لانه بوتفليقه كان يعيط لهم على حده، كل واحد يجيبوا على وحده وقال انت وجد روحك. انا معول القايد صالح بعد سمانتين قلعوا انترك في بلاصتو، يعني كل واحد كان يشوف روحه في بلاصه القايد صالح، وكل واحد ولا يوجد في التقارير المليحه بالتنسيق مع مصالح الامن المخابرات طبعا اللي موصيهم التوفيق من قبل، اكتبوا مليح على القايد صالح ولا يوجدوا يعطوا البوتفليقه. بوتفليقه نفس الشيء، اروح القايد صالح شوف فلان هذا نشوف فيه باللي بدا يدير في الريش وراه معول يطير ودار جنحين، شوف اش راه يهضر عليك، ها واش راه يقول عليك، ها واش راه يقول عليك، ها واش راه يقول لك عليه. بصح انا ما نستعرف حتى بواحد، نعرفك باللي انت الصدام، انت اللي نتكل عليك. تسالوا سؤال تقولوا لماذا بوتفليقه ينسق فقط مع القايد صالح وما ينسقش مع الاخرين؟ لاعتبارات كثيره. اولا لانه القايد صالح ما عندوش مستوى ثقافي او مستوى علمي او مستوى اكاديمي، هو مجاهد وعسكري تاع ميدان وكما يقولوا بيلدوزير. يعني بوتفليقه عنده ذكاء خارق، قاعد يشوف في نقاط ضعف كل قائد من القاده العسكريين. الوحيد اللي لقاه بامكانه ان يسير ويتحكم فيه كما يحب هو القايد صالح، لان الاخرين كامل قاريين، اللي متخرج من
الأكاديمية العسكرية كلهم قاريين ومتخرجين من الأكاديمية العسكرية، كل القادة بما فيهم المجاهد سعيد باي. سعيد باي متخرج من أكاديميات عسكرية بعد الاستقلال. الوحيد اللي ما قراش وما دارش كما يقول لك الناس دراسات أكاديمية هو القايد صالح، لأنه دائما في الميدان تاع تيران تاع بارود برك. إذا بوتفليقة وجد أن الوحيد الذي سيقف معه إلى آخر لحظة هو القايد صالح. إذا قال له واش راهم يقولوا عليك الجماعة؟ قال له صار هكذا كيما يقول لك أولاد الحرام، أنا قاعد نحسبهم باللي صحابي ونظل ناكل معاهم في المشوي ونظل نسقهوه معاهم ونظل تاكل عليهم وما راهم يكتبوا مورايا يحفروا لي مورايا. أوكي صح، جاته الفرصة الأولى لأنه أعطاه وعد وعهد البوتفليقة، جاته الفرصة الأولى ذبحهم دخلهم الحبس. تسألوا تقولوا لي وعلاش ركز على العقيد عبد العزيز؟ العقيد عبد العزيز هذا كان قضية خاصة تتعلق بالأمن القومي، وجماعة المخابرات راهم يعرفوا هذا الموضوع ويعرفوا أنه الملف موجود عند بن زديرة. ملف الغواصات النووية الكورية في وهران، في مرسى الكبير في وهران، هي التي وقضية 81 مليون أورو هي التي فجرت الصراع ما بين القايد صالح ومدير المخابرات العقيد عبد العزيز. لهذا السبب اللي راه موجود في السجن بتهم فساد، لكن ما عنده حتى علاقة بالفساد، عنده علاقة أنه خدم خدمته. أنا ما نقولش بلي عبد العزيز ماهوش فاسد، ممكن فاسد في أمور يعني مثل الضباط استغل المنصب تاعو في أمور ممكن ما ندافعش عليه، لكن السبب الأساسي اللي خلى القايد صالح يأمر بسجن العقيد عبد العزيز هو ملف الغواصات النووية الكورية في وهران في الناحية العسكرية الثانية. الجنرال الثاني اللي راهو في السجن لحد الآن ما قدرش يخرجوه وحكموا عليه نظن ب10 سنوات ولا شحال حكموا عليه بتهم لا أساس لها من الصحة، هو الجنرال خالد تاج. خالد تاج هذا وشني كان شاد المنشآت العسكرية في بلاصة بوهيد الله يرحمه، كما كان يعني كونفاليسون، كان كوما كي كان مريض في لوبيتال عين نعجة، هو كان مدير بالنيابة. هذا الجنرال تاج قبل كان في قسنطينة في الناحية الخامسة وخدم يعني في ملف حساس لما جا يحاسب في ولاة القايد اللي كانوا دايرين قراعهم في دراهم الجيش. أهم المشاريع في المؤسسات العسكرية على كل النواحي مدينة ولاة القايد. يعني كي نقولوا ولاة القايد ماهوش مدينها مباشرة، هما اللي يجيبوا لونتربرينور يخدم عندهم، يجيبوا ملف نتاع واحد لونتربرينور روح انت تخدم للجيش، لكن الفايدة لهم هذاك لونتربرينور يدي 10 ولا 20% مسكين، والحاصة الكبيرة يدوها هما بدون أي خدمة. كي جا الجنرال تاج هذا قال لهم لا، ودار تقرير أسود للقايد صالح ضد العقيد عويس. العقيد عويس هذا اللي يمد المشاريع اللي راهو في باب علي وتكلمت عليه وراح نزيد نرجع عليه. القايد صالح لما شاف التقرير قالوا شنو؟ قالوا راه يكتب على العقيد عويس لأنه يعاون في ولادك ويعطيهم في المشاريع وراه فيها التلاعب بالملايير ودراهم كحلة راهي تخرج من وزارة الدفاع. قالوا هذا العقيد هذا الجنرال خالد راه واش دخلوا هذا بدا يدير قرون، هاي دخلوا عزلوا الحبس، داروا له التهمة راهو في الحبس يرشى. لو كان ما يجيش نظام جديد ورئيس جديد ووزير دفاع جديد وعدالة مستقلة جديدة اللي تفتح الملف راح يرشى في الحبس هذا الجنرال خالد. أنا ما نعرفه واني ندافع عليه، أصلا تكلمت عليه وسبيته، لكن في قضية العدالة وقضية الحق نقولها كلمة الحق. الجنرال خالد هذا دخل السجن لأنه عنده مشكل شخصي مع القايد صالح. العقيد عبد العزيز عنده مشكل شخصي مع القايد صالح. الجنرالات الخمسة هذو اللي دخلوا للسجن عندهم مشكل شخصي مع القايد صالح. ممكن الوحيد اللي ما عندوش مشكل شخصي بالفعل ظهر عليه الفساد هو بوجمع بودواور، أما الآخرين كلهم عندهم حسابات شخصية مع القايد صالح شخصيا وليس مع الدولة الجزائرية، وإلا كان من المفروض يحاكموهم مش يشدوهم شهرين وثلاث شهور في السجن وبعد كي يخرجوهم والقضية راهي معلقة. حاكموهم، هاي إذا كانوا هاد الجنرالات بالفعل فاسدين حاكموهم ما عطولهم شنو التهم. لحد الآن ما لقاو عليهم والو. كي ما لقاوش عليهم هاد الجنرالات التهم واش داروا؟ ولاو يعيطوا لولادهم ارواحوا وشهدوا على بوياتكم. يعني مش منطقي. انت كي ما لقيتش عند الجنرال الحبيب شنتوف ما كان والو تجيبوا بنود تقولوا له روح شهد على بويك. انا بذاتي انا اعترف انه انا واحد من الناس غلطوني. انا كتبت انه وليد الحبيب شنتوف
متهم في قضية الكوكايين مع الكمال البوشي وهو في الحقيقة ما عندوش علاقة. نعم أنا تكلمت على وليد الحبيب شنتوف وقلت أنه وليد نضال، أنه متورط في قضية البوشي وفي قضية الكوكايين وعنده علاقة وكذا، لأني ما كنتش قاري أنهم حابين يورطوا بيو كما كان قائد الناحية العسكرية من خلال ضربه من خلال بنو. إذا استعملوني، أعترف وأنا عندي الشجاعة لما نغلط نستعرف، أعترف أن بعض مصالح الأمن وربي حاسبهم في الآخرة ممكن غلطوهم هما ثاني، أعطوني ملف مغلوط قالوا لي بن زديرة من بين مصادري اللي كما يقول لك الناس اللي مرات يغلطوا، قال بن زديرة وليد الحبيب شنتوف اللي هو نضال راهو داخل في قضية الكوكايين، هو اللي كان يعاون، هو وليد زرهوني، هو كذا. أنا ما كنتش شايف باللي فيه تصفية حسابات، كنت نظن بالفعل، لكن ظهر أنه فيه تصفية حسابات لأنه فيما بعد اكتشفت أنه ما عندوش علاقة، والدليل أنه مش مذكور في حتى محضر، لأنهم تخلصوا من بوي ونحاوه خلاص ما يحوسوش عليه. هما كانوا يحوسوا يضربوا الحبيب شنتوف من خلال تشويه صورة بنو وصورته، خاصة أنه بنو هذا نضال هو أصغر أولاده ويعزه، يعني هو المازوزي تاعو هو يعني في الأولاد في الذكور، ويعني ويحبوا الشوشو نتاع بويو، إذا حبوا يضربوا له أعز أولاده ويحطموه. إذا اللعبة القذرة هذه لو كنت نعرف أنا من الأول عمري ما نشارك فيها، لكن يجعل ربي يغفر لي ويجعل اللواء الحبيب شنتوف يسمح لي إذا كان غلطت معاه، نقول له أنا عن حسن النية، لأنه كان هدفي هو محاربة الفساد، هدفي هو حماية مصالح الدولة. نعاود نرجع أنه الملفات السوداء التي أعدها جهاز المخابرات دياراس والملفات السوداء التي أعدها الجنرالات فيما بعد قادة النواحي ضد القايد صالح كلها موجودة عند السعيد بوتفليقة، طار بها إلى أمريكا، دارها في ديسك دور وداها معاه الأمريكان، ودرك راه يعيط القايد صالح قال له تتحرك، ها واش ندير لك، هاي عند لي زامريكا، عند وسائل الإعلام غدوة تلقى كل شيء عليك في CNN في السي بي اس ان في الدنيا في كل وسائل الإعلام، زائد أنه الفساد اللي درته حتى في إطار محاربة الإرهاب كاين قضايا اللي رايحين يلفقوهم له تدخل في بعضها، والدليل هو لجنة الدفاع والأمن القومي التي جاءت فجأة، واحد ما كان يعرف بلي راهم جايين لجنة الدفاع والأمن القومي باش تضغط على أو يحيى وعلى القايد صالح أنهم ما يديروا والو، حتى يؤمر السعيد بوتفليقة برفع يدهم يرفعوا، مادام السعيد بوتفليقة يملك يسموه ديسك دور اللي راه داير فيه كل خرايب القايد صالح وجماعته والحاشية نتاعو، القايد صالح لن يتحرك. إذن هذه هي الكلمة الأخيرة، القايد صالح لن يتحرك ولن يسمح بالانقلاب على بوتفليقة إلا إذا كان الشعب ضغط عليه ضغط رهيب. في هذيك الحالة تولي أمريكا تبوسلو في رجليه وتبوسلو في يديه، يا القايد صالح يرحم لك في باباك، خلاص اسمحوا في العهدة الخامسة ولبوا مطالب الشعب، لأنه انتفاضة الشعب الجزائري راح تخرب إفريقيا كلها. يعني القايد صالح الآن مش رايح يرضخ إلا بالعين الحمراء، راهو يشوف باللي انتفاضة الشعب لعب ذراري، وبالتالي راهو خايف من الفضائح نتاعو وخايف من الخرايب نتاعو اللي راهي عند السعيد بوتفليقة. هذا هو الكلام الصحيح. إذا الجنرالات اللي راهم في السجن ولا يدخلوا في السجن هم ضحايا تصفية حسابات، ضحايا تصفية حسابات، قدر يلعب بهم بوتفليقة كامل، لعب بهم كامل كل خاتم في يده، لعب بالتوفيق، لعب بالقايد صالح، لعب بقادة النواحي، لعب بهم كامل، جونغلا بهم كما يحب، في وقت الصح برا والواحد يحكم طريقه. من بين الناس اللي لعب بهم للأسف الشديد هذا هو الشيء انا ما خالد. اسمعوا خالد شو الفيسبوك ما يهمني لا من البعيد من القريب، لان الفيسبوك اليوم اصبح ما عندناش اخلاق وعندنا افكار وعندنا رؤيه اللي نناضل بها في الفيسبوك. نطرح لك سؤال نقول لك لماذا وتطرح لي، لان اصبحنا يهضروا في اشياء اللي ما يقدرش الان الفيسبوك هذا تقدر تكون مع العائله تاعك ما تقدرش تشوف. وهذا هو الشيء اللي خلانا لي فيسبوكر نقول لهم يعطيكم الصحه وراكم ناجحين يا اصحاب الفيسبوك، وغير زيدوا سبوا، راكم ناجحين، راكم تسبوا غير برواحكم، الندامه تجيكم على الاخر، لان كون جبتوا لنا افكار وجبتوا لنا حلول نتبناوها اليوم.
انتم ما عندكم افكار، ما عندكم حلول، عندكم غير السبان. بصحتكم، نتمنى لكم التوفيق. خالد بونجمة اللي نحييه هو صديقي وكليت ملح معاه ونعرفه مليح مليح ويعرفني مليح مليح. خالد بونجمة للأسف الشديد هو ضحية الاستعمار الفرنسي وضحية الاستقلال الجزائري. خالد بونجمة هو وليد شهيد، قتلوا له بيو ما فرحش به، ما شافش بيو وما فرحش به، يعني هو ضحية الاستعمار الفرنسي. في الاستقلال تخيلوا أنه خالد بونجمة يسكن في قربي في حمر العين. الناس اللي يعرفوه في حمر العين يعرفوا أنه خالد بونجمة تميزر في حياته، كان ساكن في مزرعة في قربي وكان بدون شغل ولحد الآن بدون شغل، هذه حقيقة. خالد بونجمة ما عنده حتى مدخول، ما عنده حتى راتب، عمره ما تقلد منصب ودا يعني مسؤول. كانوا مرة على مرة يسكتوه بحاجة كي توصل مناسبة كما هكذا، هاك وليد شهيد، هيا هاك 50 ولا 100 مليون ماشي بها أمورك. هو إنسان تاع زهو ونتاع سهرات تاع كذا، 4 أيام 5 أيام يكملها ومن بعد كيعاود يولي سلف لي 40,000 باش نشري بطة دخان ولا بطة شمام. خالد بونجمة ضحية الاستعمار الفرنسي وضحية الاستقلال، يستعملوه مسكين ويخدموا به وحاقرينه ويسخنوا به البندير في كل مناسبة. ما عنده حتى شي خالد بونجمة، ما استفادش لا من منصب، جرى مسكين يعطولو منصب في البلدية ما عطاولوش، جرى مسكين يعطولو منصب في البرلمان نائب ما عطاولوش حقروه، راهو يستنى ما يعطولو منصب في مجلس الأمة عضو مجلس الأمة ويستاهل. أولا يستاهل لأنه وليد شهيد، ثانيا يستاهل لأنه ما قدمه خالد بونجمة للنظام الفاسد وللسلطة الفاسدة لم يقدمه أي أحد. أنا نشهد أنه خالد بونجمة كان باتريوت، كان يحارب في الإرهاب في حمر العين وفي كل مناطق تيبازا. في عز الإرهاب خالد بونجمة كان في قلب الإرهاب، ما هرب ما تخبى، ما كان ساكن في موريتي. خالد بونجمة في 97 98 99 نعرفه مليح مليح، كان يسكن في حمر العين في حوش برا، ماهوش يسكن في موريتي كما كانوا الناس يسكنوا موريتي كلوب دو بان. هو وقت يسكن في موريتي كلوب دو بان فيما بعد العهده الثانيه وقال في 2002 2003 والله 2004 بوتفليقه قال لهم عطوا له ابارتمون، راهم خرجوه منها، راهم خرجوه من موريتي، ما عندوش امتيازات. اذا خالد بونجمة مازال مسكين يخدموا به، مازال يستعملوه مثل ما يستعملوا كثير من ابناء الشهداء، من ابناء المجاهدين، من الناس الزواوله. لكن انا ننصح خالد بونجمة، نقول له يا خالد بونجمة بزاف، يا خالد بونجمة انا اخوك وتعرفني بلي نعزك ونحترمك بزاف بزاف، ما عطاوكش حقك خلاص، خطيك من جدهم، وكل عليهم ربي، سير يا دروات شد سابعك، والله ما راح يعطوك مادام ما عطاوكش في 50 سنه اللي فات. توليد شهيد حقك الشرعي والقانوني ما ديتوش، رايحين يعطوك دركا في هذه العهده الخامسه، ما يعطوكش في العهده الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، مش راح يعطوك في العهده الخامسه. اذا امسح فمك واختيك شد سابعك. هاي انا هذا وش نقول لك. الان شوفوا هذه الصوره المعبره جدا. الرجل الاول في الدوله اللي هو رئيس الجمهوريه غائب عن الوطن ميت حي. الرجل الثاني في الدوله الجزائريه اللي هو رئيس مجلس الامه، شوفوا وضعيته، رايح يمثل في الدولة الجزائرية، رايح يمثل في رئيس الجمهورية، رايح يمثل في الشعب العظيم. ها هو راقد يعني مانيش عارف انا هذا الوضع هذا كيفاش نفسروه. الصورة التالية لجماعة المترشحين للانتخابات الرئاسية اللي هما نقاز، واللي نعرفهم انا كاين نقاز، كاين مهدي، وكاين سبيسيفيك، وجماعة الاخرين يسمحوا لي ما نعرفهمش يعني باش نذكرهم بالاسم، ما نعرفش اسمائهم. قلت انه هؤلاء الاخوة مجتمعين باش يتوافقوا على مرشح واحد. انا نسأل سؤال دستوري وقانوني يعني، وفي رأينا كإعلامي موضوعي حتى يثبت العكس. يا هل ترى مسموح لأي مرشح، يا هل ترى مسموح لأي مرشح من المرشحين هذو أنه يمد استمارة من الاستمارات المرشح آخر وهي باسمه؟ مانيش عارف إذا كان القانون يسمح. يعني مثلا رشيد نكاز أو سبيسيفيك في الاستمارة توجد أنه المواطن يقول
انا المواطن فلان بالفلان كذا 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 اعطي صوتي ولا استمارتي ولا تسكيتي لفلان بفلان لنكاز رشيد. هي مكتوبه رشيد نكاز. كيفاش يقدر رشيد نكاز يتخلى على هذه الاستمارات اللي هي 20 ولا 40 ولا 50 ألف، يتخلى عليها إلى شخص ثاني؟ يا هل ترى القانون يسمح؟ ويا هل ترى الدستور يسمح؟ ويا هل ترى الأخلاق السياسية تسمح؟ لأنه أنا كمواطن جزائري أعطيت صوتي نكاز، ما أعطيتوش سبيسيفيك. كيفاه أنا أعطيتو لك يا نكاز تروح أنت تتنازل عليه السبيسيفيك بلا ما تشاورني؟ المفروض تجي ترجع ليا تقول لي يا سعيد بن زير انا تعطيت لي صوتي كثر خيرك، بصح انا راح نمد صوتك السبيسيفيك، يا ترى توافق ولا ما توافقش؟ اذا وافقت انا اللهم بارك، ما وافقتش ما تجيش انت تفرض عليا، ما تجيش تفرض عليا وتقول لي انا راه عندي 30,000 صوت ولا 40,000 صوت نعطيها لك نتبرع لك بها. سي محمد انا ما عطيتكش صوتي باش تعطيه البوتفليقه ولا باش تعطيه السبيسيفيك، انا عطيته لك انت كيما هذاك المهرج هذاك الخرطولوجي هذاك تاع تلمسان هذاك يسموه المحقق كونار يسموه هذاك اللي جمع 30,000 ومن بعد كيقول لك انا 30,000 نتبرع بها البوتفليقه، تبرع بها البوتفليقه بوخنونه منين جاتك؟ هذا فرض ما عندك 30,000. انا اؤكد ما عندوش حتى 3000. اتحداه يورينا 3000 استماره جمعها بلا صنع المغارب، ما عنده حتى 3000 صوت، لكن فرضا عنده 3000 ولا 30,000 ولا 300,000 استماره. على اي اساس باي حق واحد مترشح عنده 30,000 صوت يعطيها لزيد او بوزيد وانا ما عطيتهاش لزيد ولا بوزيد، عطيتها لك انت؟ اذا هذا الاجتماع نتاع المترشحين في وهران في دار سبيسيفيك اللي نحييه بالمناسبه ونقول له فهمونا هذا التهريج هذا، فهمونا، ما تخلوناش نهضروا في كلام قبيح، فهمونا واش راكم قاعدين ديروا. مجتمعين تشربوا في قهوه وبعد كده تجتمعوا نمدوا صواتنا لفلان، على اي اساس؟ يا هل ترى القانون يسمح؟ يا هل ترى الدستور يسمح؟ يا هل ترى اللي اعطاكم اصوات انا اعطيت لك صوتي، يا هل ترى انا سمحت لك انك تروح تمد صوتي اللي عطيته لك انت يا سبيسيفيك تروح تمدوا النكاز، او العكس عطيته النكاز يعطيها سبيسيفيك؟ امر غير منطقي، امر غير منطقي. الصوره ما قبل الاخيره لرجل الاعمال محي الدين طحكوت. محي الدين طحكوت وصلتني معلومات من داخل مكتب مديريه الحمله الانتخابيه لسلان، يقولوا انه محي الدين طحكوت طلب منه تمويل قناه الكاشير تيفي مقرها في باريس، صاحبها النصاب اللي ثقيل على لساني. اذا ثبت يا سي طحكوت انه بالفعل قد مولت هذا النصاب، اقول لك على المباشر ايامك سودة مع بن زديرة. لماذا؟ لانك انا بالنسبه لي تمول نتنياهو تاع اسرائيل ما ندخلش روحي فيك دراهمك الله يسهل عليك، لكن انك تمول النصاب او تمول الديوث، انا عندي حسابات خاصه وعندي ثأر مع هذو اثنين، ولن اسامح ولن اتنازل عن حقي الى يوم القيامه. كل من يدعم الديوث امير بوخرس وكل من يدعم النصاب محبب الواد بالنسبه لي انا يعتبر خصم، حتى ولو يكون خويا ولد موبي. قسما بالله العلي العظيم، قسما بالله العلي العظيم، قسما بالله العلي العظيم، لو كانت تعاود تطلع ما الله يرحمها من القبر اللي راني نخوض في الحرب على جالها وتقول لي يا بني تنازل على حقك مع الديوث ومع النصاب، لن اتنازل، لن اتنازل. انا قلت لكم ما الله يرحمها تعاود تخرج من القبر وتقول لي يا ابني خلاص اسمح، لن اتنازل وما نسمحش في حاله واحده، حتى يعتذر هذين الكلبين النتينين اعتذار علني. كي يخرج واحد في هذا الطحاحنه الكلاب ويعتذر اعتذار علني، قال يا بن زديرة اسمح لي وتسمح لي امك راهي في القبر غلطت معاك وظلمتك، في ذيك الحاله سأدرس الاعتذار. لكن الآن يدعموا طحكوت أو أي رجل أعمال أو خويا ولد موبي يوقف مع واحد من هذو الاثنين، أنا بالنسبة لي خصم لن أسامحه إلى يوم القيامة. في الأخير أدعوكم لمتابعة هذه الصورة المعبرة، سلمية شعبية وطنية، لا للعنف لا للعنف لا للتخريب لا للشغب،
مظاهرات أو مسيرة 1 مارس 2019 أدعو الشعب الجزائري إلى التزام السلمية مثل ما عودنا في المسيرات السابقة. أدعو الشعب الجزائري إلى التزام السلمية مثل ما عودنا في المسيرات السابقة، وأقول أن السلطة الفاسدة والنظام الفاسد يعيش أسود وأحلك أيامه منذ الاستقلال. أنا نأكد لكم من مصادر رسمية أن صناع القرار في الجزائر ينتظرون 1 مارس أكثر من انتظارهم ليوم القيامة. راهم يراهنوا على فشل المسيرة يوم 1 مارس، وراهم يقولوا أنها مسيرات فاشلة تحركها أيادي خارجية. أنا نقول الأيادي الخارجية هذه الموجودة في أمريكا وموجودة في فرنسا تحرك القايد صالح وجماعته اللي راهم يغلبوا في المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، لأنه القايد صالح لو يشوف مصلحة البلاد، لو يشوف الخير للبلاد، يتخلى على مساندته لبوتفليقة ويطلب منه بكل مودة واحترام، يقول له سيد الرئيس الجزائر أولى منك ومني، وبالتالي يجب وضع حد لهذه المهزلة وتوقيف هذا الكرنفال، هذه العهدة الخامسة، حقنا للدماء وإنقاذ البلاد. أقول أن الجزائر أولى، أقول أن الجزائر أولى، وما تقدم عليه العصابة الحاكمة وحاشية الرئيس هو انتحار، هو قضاء على ما تبقى من جزائر الاستقلال، لأن الشعب الجزائري قرر أن يحرر البلاد، قرر أن يحرر البلاد. انتهى عهد حاشية الرئيس، انتهى حكم سعيد بوتفليقة، انتهى حكم ناصر بوتفليقة، انتهى حكم زهور بوتفليقة، انتهى حكم علي حداد، انتهى حكم طحكوت، انتهى حكم ربراب، انتهى حكم كوني ناف، انتهى حكم كوني ناف، انتهى حكم كوني ناف، وبالخصوص انتهى حكم الشيخ الشيباني والغرفة غرفة وردة الجزائرية في فندق الشيراتون. يعني عيب وعار لما تصبح شؤون الدولة الجزائرية يسيرها الشيخ الشيباني في غرفة سويت وردة بفندق الشيراتون بكلوب دي بان. عيب على الشعب الجزائري أن يحرر البلاد والعباد. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، وقد استجاب القدر للجزائريين. أيها الشعب الجزائري، أمامكم فرصة تاريخية، فلا تفوتوا هذه الفرصة. لا تستسلموا، لا تستسلموا، لا تستسلموا. عليكم أن تدافعوا عن عرضكم، عن أرضكم، عن كرامتكم، عن شرفكم، عن الجزائر الحرة المستقلة. نحن أخطأنا في الماضي، فلا تخطئوا أنتم في الحاضر. عليكم أن تستفيدوا من أخطائنا نحن شباب 1990 1992. أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.